في ظاهرة في الوقت الحالي منتشرة في الصغير قبل الكبير، وهي سب الدين. سب الدين بقى في بقنا عامل زي اللبانة، بقينا بنتفشخر بيه. كل واحد مش عاجبه حاجة يروح سبب لك الدين. انزل النهاردة على حجز كورة وشوف الشباب هم بيلعبوا مع بعض، كمية الشتايم وكمية سب الدين. هم اصلا مش عارفين ذنب الشتايم وسب الدين اللي هم بيعملوه. هم لو يعرفوا ان هو بيخرج عن الملة مش هيعمله، بس هو ما بيعرفش. وحتى في ناس تعرف وبرضه بتسب الدين. يا اخي ده وصلت لمرحله ان الاب بقى بيتفشخر قدام قرايبه يقول لابنه الصغير سب الدين لعمه. شوف احنا وصلنا الغباء لحد فين، ان احنا بقينا بنتفشخر بحاجه زي كده. بقينا بنحب ابننا يقولها، بدل ما اروح احفظ ابني قران ولا احفظ ابني حاجه تفيده بعد كده، لا بحفظه كلام وحش، بحفظه شتيمه، بحفظه ان هو يسب. انت تعرف ان انت تسب الدين ده يعني ايه؟ انت بتخرج عن المله. فانت لو عارف ذنب سب الدين فدي حاجه كبيره، يعني انت بتخرج على الاسلام عن المله. لازم قبل ما تعمل اي حاجه بعد ما سبيت الدين لازم تروح تتطهر وتقول الشهاده عشان ترجع الاسلام تاني. يا جدعان انت لما بتبقى قاعد جنب حد وبتسمع حد يقول وبتسمع حد يسب الدين وتقول له شوف يا عم يقول لك ايه، اقرب حاجه بقولها لك يا عم ملناش دعوه، هو هيتحاسب. لا يا جدعان، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، هذا اضعف الايمان. فاحنا وصلنا لمرحله ان احنا خلاص الدين ده مش فارق معانا. علشان كده كميه الامراض وكميه الفقر اللي احنا فيها ديت بسبب بعدنا عن الدين. هتيجي تقول لي انت عامل لي فيها شيخ؟ كفايه يا عم الشيخ كلامك، انا مش شيخ ولا حاجه، ولا ان انا اساوي في معلومات المشايخ حياه. والله دي حاجه معلومه بسيطه عايز اوصلها لك بس، وانا كده خلصت كلامي. يلا سلام.